فيه شاب كان يعيش في قرية من القرى في ضواحي صنعاء. هذا الشاب بدأ يتعلم المزمار، وأهل اليمن عندهم عادة في حفلات العرس وحفلاتهم المتنوعة، عندهم موضوع المزمار والطبل هذا ورقصتهم الشعبية اللي يرقصونها. هذا الشاب بدأ يتعلم المزمار وبدأ يبدع في المزمار. كانت غرفته في السطوح في بيتهم، طبعا بيت متواضع في السطوح في القرية، فكان يتعلم المزمار في السطوح، وبدأوا الناس يسمعون عنه، وبدأ هو يظهر إنه يعزف مزمار، يبغى يسترزق من موضوع المزمار. فكان عنده صديق له يضرب بالطبل وهو عنده المزمار، فتجيهم طلبات على العروس وعلى المناسبات فيروحون. في يوم من الأيام وهو جالس في غرفته في بيتهم في السطح، سمع صوت 3 أشخاص ينادونه: يا فلان يا فلان، على وقت المغرب كذا. فنزل 3 أشخاص: السلام عليكم. وعليكم السلام. ما يعرفهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. قالوا: أنت الليلة فاضي؟ ما عندك شيء؟ قال: لا ما عندي شيء. قالوا: احنا نبغاك في عرس وبنعطيك اللي يرضيك. قال: جاهز بإذن الله، بس خلوني أكلم فلان راعي الطبل. فقالوا له: ما يحتاج. يقول هو: أنا ظنيت إنهم عندهم واحد يضرب طبل، فقلت طيب. يقول: أخذت أغراضي ومشيت معهم. مشينا تعرفون قرية، يقول مشينا الجهة اللي ودوني لها ما فيها أحد. قلت: أنتم يا جماعة الخير العرس وين؟ قالوا: العرس خلف الجبل هذا. يقول: أنا عارف الجبل هذا وراه ما في شيء، أعرفه، بس ما قلت شيء. قلت، وبعدين حسيت بشعور غريب، كأني منوم مغناطيسيا، أحس إني مسير معاهم، ماشي غصبا عني. يقول: المهم مشيت معهم. طبعا دخل عليهم الليل وهم يمشون. يقول: لما وصلنا وراء الجبل وإذا ناس مجتمعين وحريم. يقول: الحريم كاشفة شعورها. يقول: فأنا استغربت، إحنا عندنا الحجاب، يعني ما شاء الله في اليمن الحجاب والنقاب، وأقل التقدير حجاب الوجه يعني. فهو يقول ما في حجابات. فاستغربت أنا، بس حاس كذا أنا كأني مسير في شيء يسيرني. يقول: المهم قالوا: هذا عرسنا، يلا اعزف. يقول: بديت أعزف بالمزمار. يقول: ما معي أحد يطبل ولا شيء. يقول: أنا أعزف بالمزمار، والجماعة يرقصون رقص غريب رقصهم، يعني رقص تحس كذا عشوائي، يرقصون ومبسوطين. يقول: أنا جالس ألخبط في العزف، مشيتها كذا، أعزف، تعبت وأنا أعزف، طولت وأنا أعزف، هم يرقصون. يقول: قبل الفجر وقفوا، قالوا لي: خلاص مشكور ما قصرت. قلت: الله يحييكم. يقول: جوني 3 نفسهم، قالوا: يلا امش معنا. يقول: مشيت معهم. يقول: يوم مشينا شوي عطوني كيس جلد، يعني زي ما نقول زي الخرج مثل ما يقولون، لكن جلد. يقولوا: ثقيل. يقول: قالوا لي: هذا حقك علينا، هذه أجرتك. يقول: قلت: الله يخليكم جزاكم الله خير. يقولوا: خدت الصرة هذه الكبيرة ومسكتها ثقيلة. يقولوا: مشيت معهم. يقول: يوم مشينا وعرفت الطريق، قالوا لي: خلاص هذا طريقك، يلا مع السلامة. يقولوا: راحوا ورجعوا. يقول: أنا حطيت هذا الشوالة وهذا الكيس اللي معي، حطيته على الأرض ثقيل، قلت خلي أشوف إيش فيه. فتحته. يقول: وإذا فيه فحم. قلت: فحم وثقيل هالثقل
وبعدين ليش معطيني فحم ذولا؟ ليش يلعبون علي بهالطريقة؟ يقول المهم، يقول جيت برميه، يقول حتى إنه الجلد هذا اللي في الصرة هذه، الجلد يقول كأنه جلد حمار، نتن جدا، ريحته منتنة. يقول جيت برميه في الوادي، فتذكرت إنه أنا راعي شيشة، أنا صاحب شيشة، وبالليل الساعة 9 أولع شيشتي، فأحتاج فحم. فقلت خلني أخذ من هذا الفحم شوي وأحطه معي في مخباي وأمشي. وفعلا أخذت من الفحم هذا شوي ورميت الباقي في الوادي، نفس الصرة هذه كلها رميتها في الوادي. يقولوا مشيت طبعا، طلع الفجر، وصلت لبيتنا والنور طلع. يقول رحت على طول على غرفتي ونمت. طبعا ما في كلام عن الصلاة الآن، الرجال ما جاب طاري الصلاة، ما ندري صلاة الفجر أذكار ما أذكار ما في. يقول نمت، قمت العصر، أنا مثل اللي كنت أحلم. أنا وين كنت أمس؟ أنا نايم للحين ليش؟ يقول الموضوع ماني مستوعب، إنه يعني ذاكرتي كأنه شيء واقعي حصل أو شيء حلم. يقول أنا ماني عارف أجمع الموضوع. يقول فبديت أحاول أستذكر. يقول فتذكرت إنه في ناس جوني وكنت معاهم رايح العرس، بس تذكر اللقطات دي. ثم تذكرت إنه أعطوني حاجة كذا ثقيلة وأخذت منها شوي، حطيته في فحم وحطيته في جيبي. يقول فقلت في جيبي، أكيد إنه في جيبي. يقول وفتش جيبي والقاه موجود في جيبي، وطلعه من جيبي وإذا هو ذهب. ما يصير، ذهب معقول؟ يقول وأنزل وأروح أنادي بن عمي، تعرفون في قرية. قلت له تعال أبيك. قال إيش تبغى؟ قال أبيك في موضوع، تعال. يقول جمعي. وين بتروح؟ قال يا أخي ضيعت لي 3000 ريال، أبغى أروح أدورها. قال وين؟ قال في المكان الفلاني. يقولوا مشيت أنا وياه ورحنا للوادي نفسه، أدور في الوادي، أدور ما لقيت شيء، فص ملح وذاب. يقول جماعة زعلوا وأخذوه، قالوا أعطيناه هديته ولا أخذها. الخلاصة أن الرجال رجع بخفي حنين، ما لقى الصرة. رجع، يقول وأنا راجع جالس أفكر، قلت أنا شفتها أمس فحم بالليل، والحين قاعد أشوفها ذهب، فربما هذه في النهار ذهب وفي الليل فحم، فخلني أنتظر حتى يجي الليل. انتظر لين جاء الليل ويطالع وإذا هي ذهب على حالها، ما هو مصدق الرجل. فيه سوق قريب منهم، السوق هذا تباع فيه بضائع كثيرة ويتداولون الناس فيه البضائع ويجونه من القرى المختلفة، يعني مثل ما تقول في منتصف الطريق بين القرى. وكان فيه واحد هناك يتعامل بالذهب، يبيع ويشتري بالذهب. فراح لصاحبه، يقول جيته، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. قال يا أخي أنت تبيع وتشتري بالذهب؟ قال لي. قال طيب أنا عندي شيء بوريك إياه. قال تفضل. يقول طلعت له قطعة واحدة، لأنه معه مجموعة من القطع. يقول طلعت له قطعة واحدة. يقول أخذها وطالعها وطارت بوهته. طارت بوهته يعني استغرب جدا واندهش وبدأ على وجهه الاندهاش. قال هذه منين جايبها أنت؟ قال حصلتها، يعني لقيتها. قال يا أخي هذا ذهب حميري قديم، ذهب خالص حميري قديم، بجانب قيمته كذهب خالص، قيمته الأثرية كذهب قديم، فقيمته أضعاف مضاعفة. عندك منه؟ قال لا ما عندي منه، عندي ذا القطعة بس. قال وين حصلتها؟ وين كذا؟ يقول ضيعت الرجال. قلت له حصلتها وأنا ماشي ومشيت الأمور. قال اسمع، في ناس في صنعاء يشترونه منك بآلاف مؤلفة. يقول ونصحني الرجال، مشيت من عنده وحملت حقائبي وانطلقت لصنعاء، ورحت للجماعة اللي هو يقول عنهم هذا، ولو عرضت عليهم
هذا الذهب اللي كان معي. يقول بعت لهم الذهب، وبقيمة الذهب اشتريت بيت سكنت فيه في صنعاء. حتى هذه اللحظة من عام 1998 حتى هذه اللحظة هو ساكن في هذا البيت اللي اشتراه بسبب هذا الذهب. طبعا أنا يا جماعة الخير أقول وجهة نظري أنه يظهر لي أن الرجل هذا صاحب المزمار أنه ما هو حريص على الأذكار، لأنه مشغول أصلا بالمزمار، والمزمار كما تعلمون محرم يا جماعة الخير، المعازف محرمة. وانظروا إلى أن الجماعة هذولا يحبون الأغاني ويحبون المزمار، فاستدعوا هذا الرجل يحيي لهم العرس، زواجهم بالمزمار. ركزوا، هذا الرجل يا جماعة الخير نقل لي قصته أحد طلابي في صنعاء، تواصل معي وقال هذا الرجل جارنا وابنه صديقي، وأنا جلست معه وأعطاني القصة هذه، وهو البيت اللي هو فيه يقول بسبب هذا الذهب اللي أنا بعته، فكيف لو كان معي الذهب الباقي في الصرة اللي رميته؟ يعني هو في الحقيقة أخذ كمية قليلة، فكيف لو كان أخذ الصرة كلها؟ كان الظاهر بيكون شرى صنعة كلها.